متابعي قناة الخبر اليقين 24، أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. الحكومة تعتزم طرح مشروع إصلاح أنظمة التقاعد. فضلا منك وليس أمرا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش توصل بجديد الأخبار. تعتزم الحكومة طرح مشروع لإصلاح أنظمة التقاعد خلال الدورة الخريفية للبرلمان هذا العام. وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تصريح للصحافة عقب توقيع اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في 29 أبريل إنه تم التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد الذي ستتم مواصلة مناقشته في أفق عرضه على البرلمان. مكن الاتفاق الاجتماعي الموقع مع المركزية النقابية الرئيسية في أبريل الماضي من التوصل إلى توافق حول المبادئ الأساسية لتنفيذ هذا الإصلاح. يتعلق الأمر بشكل أساسي بإنشاء نظام معاشات تقاعدية مقسمة إلى قطبين، عام وخاص، بدلا من الأنظمة الخمسة: العامة وشبه العامة والخاصة والعسكرية والتكميلية المعمول بها حاليا. الأمر الذي يتعلق في المقام الأول بضمان استمرارية المعاشات التقاعدية على المدى الطويل، في وقت تظل المخططات الأساسية الرئيسية مثل نظام المعاشات المدنية لصندوق التقاعد المغربي في وضع محفوف بالمخاطر بل ومثير للقلق، وهو ما لا يترك مجالا للمماطلة. ويبدو أنها تنكر حقيقة الأرقام. وتم أخيرا التذكير بالحاجة الملحة لهذا الإصلاح من قبل لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، وهي هيئة تضم بنك المغرب وآكابس والهيئة المغربية لصندوق الراسمال. وأشارت اللجنة خلال الاجتماع 19 للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن الأنظمة الأساسية الرئيسية لنظام التقاعد ظلت تعرف وضعية مالية صعبة، معتبرة أنه من المتوقع أن يمكن تطبيق القرارات الأخيرة المتعلقة بالأجور المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي 29 أبريل 2024 من تأجيل طفيف لأفق نفاذ احتياطات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لكن دون ضمان استدامة على المدى الطويل. بالنسبة للنظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن تخفيض المدة الدنيا للاشتراك التي تعطي الحق في المعاش من 3240 إلى 1320 يوما سيؤدي إلى تقريب ظهور عجز عام في النظام ونفاذ احتياطاته ببضع سنوات. وهكذا اعتبرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أنه من الضروري تنفيذ الإصلاح النظامي لهذا القطاع من خلال وضع نظام بقطبين، أحدهما عمومي والآخر خاص، تم تحديد توجيهاته الاستراتيجية في الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي المذكور. وبحسب المصدر ذاته سيمكن هذا الإصلاح من وضع تسعيرة لأنظمة التقاعد قادرة على امتصاص جزء كبير من التزاماتها السابقة غير المغطاة.